بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعرف ازاي نمسك الإبرة وازاي نبتدي نشتغل. اول حاجة بالنسبة لمسكة الإبرة، في ناس بتحب تمسكها كده وفي ناس بتمسكها كده، على حسب راحتك انتي في الشغل. اهم حاجة في اي حال من الاحوال انك سن الإبرة دوت لازم يبقى باصص عندك وانتي بتشتغلي. طيب هنبتدي نشتغل. الخيط بيبقى على ايدي الشمال، بمسك الخيط ب3 صوابع كده والف على السبابة مرة 2، وبجيب الصباعين دول وامسك بيه طرف الخيط بالمنظر ده. هجيب الإبرة وادخلها من تحت الخيط وهعمل لفة كده، وهمسك ادي طرف الخيط اللي انا ماسكاه اهو، همسك بيه الخيط نفسه. هيبقى عندك دايرة، هتلفي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، هتلفي لفة تانية تسحبي الخيط، تقومي شادة طرف الخيط اللي انتي كنتي ماسكاه. بقى عندك عقدة البداية دي مش هتتفك خالص وانتي بتشتغلي. هنلف لفة تانية ونطلع، لفة تانية ونطلع. اللي احنا بنشتغله ده دي اسمها غرزة السلسلة. لفة على الإبرة ونطلع من الدايرة، لفة على الإبرة ونطلع من الدايرة. بقى عندك غرزة اسمها غرزة السلسلة. الغرزة طبعا دي اهم حاجة في الكروشيه انك تعرفي تشتغليها، ولما نعرف نقرا الباترون ان شاء الله هتلاقي مكتوب في الباترون عدد الغرز بتاعه السلسلة اللي بتبتدي بيها اي شغل. طيب هنتعرف برضو على شكل الغرزة في الباترون ايه. هلاقي ان شكلها دايرة مفتوحة كده.